كحك العيد بمكونين حصري على قناتنا. ان شاء الله هيفرقوا معاكي جدا جدا، هتطلعي احلى كعك، طعم وريحة اروع مليون مرة من بتاع المحلات ومن الجاهز. هما اللي هيجوا ينافسوكي، مش انت اللي هتنافسيهم. وفي نفس الوقت الكعك دايب وطعمه خطير جدا جدا جدا. احلى كعك بامانة. لو عملتي الطريقة دي، بصي كل الناس هتسألك انت جايبه الكحك ده منين، محدش هيصدقك ان انت اللي عاملاه، لانه طعمه هيبقى خطير جدا. وحاجتين بساط قوي بس هيودوا الكعك في حتة تانية، حتة تانية خالص. ارجو ان انت تتابعي معانا الفيديو يعني تعملي نفس التعليمات اللي هقولك عليها علشان يطلع معاكي ناجح جدا جدا من اول مرة. اول حاجة بنستخدم زبدة تكون سايحة مقدوحة، يعني مش سايحة بس، لا مقدوحة متشال منها. لو انت هتجيبي زبدة بلدي لازم تقدحيها كويس جدا، يبقى المرتة في ناحية والزبدة في ناحية، وتكون باردة، مش هنستخدمها على السخن. هنستخدم كيلو واحد من الدقيق، هيحتاج حوالي 600 جرام من الزبدة السايحة، تمام كده، او اللي هي المقدوحه يعني. الدقيق مش هنحط عليه غير رشه كده من الملح وبس، مش هنحط عليه حاجه غير كده. بعد كده هنجهز بقى الخميره بتاعه الكعك. انا مش هستخدم ريحه كعك، ولكن هستخدم مكون رائع جدا، وهنحط معلقه هايله جدا على العجينه وهتفرق معاكي قوي قوي. الخميره هنحتاج معلقه كبيره من الخميره الفوريه، هنحط عليها نص كوبايه ميه ومعلقتين من السكر، او معلقه حتى واحده من السكر، تمام كده. وهندوب الخميرة وهنركنها لحد ما تتفاعل مع بعضها بنص كوباية مية بس. وهنحتاج برضو نص كوباية حليب دافي مجهزينه علشان نبقى نستخدمه واحنا بنعجن. اروع كحك والله هتدوقيه، بس تابعي معايا الفيديو ان شاء الله هتعجبك الطريقة جدا، وصدقيني يعني هتعتمديها بعد كده. نيجي بقى على الدقيق، احنا حاطين عليه رشة ملح بسيطة، ذرة ملح، وهنبدأ ننزل عليه بالزبدة بتاعتنا سخنة، يعني مش سخنة، هي يا دوب كده دافية بس. مش هحط الكمية كلها علشان نوعية الدقيق بتختلف. يعني انا دول وزناهم 600 جرام، يعني حوالي نص كيلو و100 جرام كمان. وزناهم كويس، لكن برضو مش هحطه كله مرة واحدة، لان نوعية الدقيق بتختلف وبتفرق من دقيق لدقيق. فهنقلبه كده. اهم حاجة في الخطوة دي بقى اننا مش بنعجن بس، بنبس الدقيق كويس جدا، ما يكونش فيه ولا ذرة من الدقيق ما جاتش عليها سمنة واتغلفت واتغطت بالسمنة. دي مهمة جدا جدا. شايفة العجينة او الدقيق ما شاء الله اتشرب كل الزبدة اللي معانا. برضه هقولك على اختبار بسيط تعرفي اذا كانت كده المقدار مظبوط ولا ناقص سمنة ولا ايه المشكلة فيه، عشان تبقى العجينة ناجحة وتبقي واثقة من اول دقيقة ان انت عاملاها بمقدار مظبوط. كيلو الدقيق ليه 600 جرام من الزبدة السايحة، لان اللبن اللي بيبقى في الزبدة ده هو اللي بينشف الكعك. مهمة اوي المرحلة دي، عشان كده هنطول فيها شوية ان احنا ايه، نعجن الدقيق حلو جدا بالزبدة. بعد كده بقى هنضيف الخميرة بتاعتنا في البداية، وهنضيف نص كوباية من الحليب الدافي، ونبدأ نعجن. ما بنعجنش اللت، لا بنعجن لقلب، يعني تقليب كده. اللت ده لا، احنا شايفة زي ما انت شايفة كده، بنجمع العجينة بس، لان اللت هيخلي الملبن البتاع ده الكعك حاجة تانية، مش هيبقى كعك. نص كوباية الحليب الدافي دي برضو بتخلي طعم الكحكة جميل جدا. على فكرة اللي هتشتريه جاهز من بره مش هيبقى فيه نفس الحاجات الجميلة اللي انت هتعمليها في البيت، عشان كده الكعك بتاع البيت اللي هتعمليه بالطريقة دي هيبقى طعمه خرافة.
احنا بنضيف اللبن بالتدريج برضو علشان مش ضامنين الدقيق شكله ايه، لان ده الدقيق عادي جدا من عند العطار، الدقيق السايب. ده بقى الاختبار اللي هتعمليه عشان تعرفي الكحك دوت محتاج سمنة ولا لا. لو عملتيه كرة زي كده ولقيتيها مشققة، فبيبقى معناه، شايفة مشققة خالص اهي، معناه ان هي ناقصة زبدة لسه. فهنحط السمنة تاني شوية اللي فاضلين دول، هنحطهم بس برضو مش كلهم مرة واحدة، هحطهم على مرتين. لو احتجت احط، ما احتجتش خلاص. وبنفس الاختبار اللي احنا بنعمله ده، بنعمل كورة ونحط صباعنا فيها كده، نضغط عليها بصباعنا. لو هي مش مشققة يبقى كده المقدار تمام. وده بقى الإضافة اللي هنحطها الرائعة جدا جدا اللي هتفرق معاكي في الكحك. معلقة من العسل الأبيض، وكمان معلقة من ريحة الموز. ريحة الموز هنحطها على العجينة، على اللبن. نسيت اقولك ان احنا حطيناها على نص كوباية اللبن. ريحة الموز هتخلي الكحك بتاعك ريحته جايبة اخر الشارع. بس يفضل ان تجيبيها من عند عطار كويس، وتكون حاجة كويسة يعني ريحة كويسة، انت تشميها قبل ما تاخديها. لو لقيتيها ريحة موز جميلة كده ماشي. في روايح كده متبقاش مظبوطة ويقولك دي ريحة موز، لا ما تجيبيهاش. هاتي ريحة الموز اللي هي ريحة موز حقيقي. بصي كده بقى، شايفة مفيش اي تشققات وزي الفل كده. العجينة بتاعتنا مظبوطة جدا، ما عجناش ولا لتينا فيها اي حاجة. هنغطيها كويس وهنبدأ نجهز الملبن. الحشوة بتاعتنا هنعملها بطريقة بسيطة جدا، ابسط طريقة للملبن. نحط عليها معلقة زبدة بلدي، ونهرسه كده في بعضه ونعجنه ونكوره كور، بس مش اكتر من كده. اسهل طريقة للحشوة. لو عندك مكسرات عايزة تحطيها مفيش مشكلة، سواء سوداني او عين جمل او اي مكسرات، بنجرشها كده خشن ونحطها على الملبن، برضو بتبقى جميلة جدا. دي انا بوريكي الزبده. هنهرس بقى الملبن زي ما كويس انت شايفة قوي، كده وبعد كده نعمله نعجن كور. الملبن كويس بمعلقة الزبدة اللي احنا حطيناها، وهنحط كمان معلقة صغيرة من ريحة الموز على الملبن. زي ما حطينا على الحليب اللي احنا عجنا بيه، هنحط كمان على الملبن. وشوفي بقى الكعك بتاعك هيبقى عامل ازاي، وريحته هتقلب اخر الدنيا. وكل الناس هيسألوكي انت جايبة الريحة الجميلة دي منين، والكعك بتاعك ريحته خطيرة كده ازاي. ما تحطيش ريحة كحك، صدقيني ريحة الكحك والبهارات الغريبة اللي بيحطوها عليها دي بتخلي طعمه وريحته مش حلوة خالص. جربي كده تحطي ريحة الموز وادعيلي، وجربي تحطي معلقة العسل الأبيض على العجينة برضو وادعيلي. طعم الكحك وريقه كده يبقى جميل جدا جدا. عمرك ما دقتيه ولا جربتيه، بس هتبقى يعني هتدعيلي بجد. واللي هياكله هيقولك ايه الجمال ده. بعد ما نكور العجينة كده على قد الحجم العجينة زي ما انت عايزة، عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة براحتك، دي بتبقى ذوقيات يعني. النقشة لازم تكون واضحة علشان الكعك لما يدخل الفرن ان شاء الله برضو مش هيغير لون ولا اي حاجة ولا نقشة. هنحطه في الرف الوسطاني على درجة حرارة متوسطة 180، وهنسيبه لحد لما يحمر من تحت وياخد لون خفيف ذهبي كده من فوق. حابة تشغلي الشواية مفيش مشكلة، مش عايزة خلاص. انا طلعته كده مظبوط قوي بالنسبة لي اللون ده. بصي بقى الكعك دايب جدا، وريحته بقى حاجة تانية، وطعمه خرافة. مكونين البساطة قوي اللي احنا حطيناهم خلوا الكعك بقى في حتة تانية خالص. المحلات هي اللي هتيجي تقولك عايزين نشوف براءة الاختراع بتاع الكعك بتاعك. كل اللي هيدوق هيقولك عملتيه ازاي. عايزه منكم بقى لايك كبير 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 قد كده، وتشيروا الفيديو ده لكل حبايبكم عشان اللي ما عملش كعك يلحق يعمل بالطريقه الجميله دي. وحتى لو كنتي عملتي اعملي جربي في كيلو كمان كحك، مش هتخسري حاجه. هتبصي بجد كلكم كده يعني مش هتبقوا مصدقين قد ايه طعمه وريحته وجماله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.